السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، أنا وكل حبايبي وكل المسلمين أجمعين، وكل اللي بيحبني وكل اللي بيحبني وكل اللي بيتمنى لي الخير، ربنا يسعد قلبي يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين، ربنا يسعد قلوبكم جميعًا، 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 اللهم آمين يا رب العالمين، صباحكم فل ومعطر بذكر الرحمن، ربنا يسعد قلوبكم ويكبر خواطركم. ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه، اللهم آمين يا رب العالمين، ربنا يحسن ما بين إيديكم، ربنا يزيدكم كده تقوى وإيمان، اللهم آمين يا رب العالمين، باحبكم في الله، ما تنسوش بقى اللايك كده حلو للفيديو ده، عشان الفيديو ده جبر خواطر، كله جبر خواطر، فما تنسوش بقى تحطوا له لايك ودعوة حلوة من قلوبكم، وكومنت حلو كده زيكم، يسعد قلوبكم ويسعد قلوبنا جميعًا، اللهم آمين يا رب العالمين، طبعًا أنتِ فين يا أم رهف؟ المكان غريب شوية يا حبايبي. أنا عند مرات أبويا، بُصّوا أنا رُحت عليها صُدفة كده، طبّيت عليها فجأة، بصراحة يعني كنت مخنوقة شوية، عندي شوية ظروف كده، فحبّيت إن أنا أغيّر جو، حبّيت إن أنا أروح كده أقعد مع الناس اللي بتحبّني، يعني أقعد في وسط أهلي، في إخواتي الصغيّرين، طبعًا مرات أبويا دي مش تتحسب مرات أب خالص، خالص يا حبايبي، ربنا يعينها ويقويها، ما تنسوش كده تدعوا لها، ربنا يعينها ويقويها يا رب على حالها، اللهم آمين يا رب العالمين، وتعين كل واحد على حاله يا رب. طبعًا هي أبويا متوفّي بقى له 13 سَنة يا حبايبي، وهي قعدت على أولادها تربّيهم لأي 13 سَنة وسيف 11 سَنة تقريبًا، إخواتي دول إخواتي من الأب يا حبايبي، فطبعًا ده حبيب غني عن التعريف، وريّان ابني غني عن التعريف، فطبعًا باقول لكم ما تنسوش اللايك بقى وعمّال إيه، أنا حبيب ده فيه حتّة فيه بُصّوا كده قمة حنيّة مش عند حد، حنيّن جدًا، 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 وأخوه آدم اللي قبل منّه برضه كان حنين أوي، أوي، أوي برضه، وبيحبني جدًا، جدًا، وأنا باحب ولاد أخويا جدًا، ده نور عينيّا، وباحب أخواتي وباحب ولادي وباحب أهلي فوق ما تتوقعوا. طبعًا أنا رُحت عند مرات أبويا مش كنت متوقعة من مقابلتها ليّا، بُصّوا كانت مرحبة بيّا جدًا، لإن أنا يا حبايبي ما بارضاش أروح عندها، ليه؟ ليه يا أم رهف ما بتروحيش عندها؟ مش عايزة أتقِّل عليها يا حبايبي، فاهمين؟ أنا ممكن أروح عند محمد أخويا، عند أخواتي البنات، فباقول ربنا يعينها على حالها، وربنا إيه يديها الصحة يا رب. طبعًا اللي كان بيصوّرني لؤي أخويا، ماشي يا حبايبي، فربنا يسعد قلوبكم جميعًا ويجبر خواطركم وإيه يجبر خواطرنا. بُصّوا يا حبايبي أنا في اليوم ده بُصّوا كنت عايزة أشيل البيت بتاعها كده شيل، ليه؟ أنا أمّا حسيت إن هي تعبانة أنا كنت رايحة زيارة مش كان في دماغي أي حاجة، فقُلت لها: "أنتِ مش بتشيلي الفرشة وتعملي" قالت: "أنا تعبانة." هي عندها الضغط يا حبايبي وتعبانة وعندها شوية حاجات كده، فتعبانة فصحتها على قدها، هي مرات أبويا دي عندها تقريبًا 50 سَنة ماشي، بس هي يعني متجوزة صغيرة، متجوزة بابايا أنا صغيرة. فطبعًا الولاد والمسؤولية بتهد الحيل يا حبايبي. طبعًا طلّعت لها الفرش في الشمس بقى تتشمس بقى مايسة يعني أستاذة النضافة، يعني لازم أطلّع في شمس، لازم الحاجات بقى تتطهّر كده، ولازم أطلّع فوق في الشمس كده الشموسة الحلوة فوق في شقة سيف، طبعًا يا حبايبي هي سِت مجاهدة، سِت طيبة، سِت حنيّنة جدًا، هي طيبة، هي مش متعلمة بس بُصّوا آآ يعني شطورة بصراحة، هي بتوفّر من هنا ومن هنا ومن هنا وكده يعني وربنا بيكرمها، وعملت لولادها الشُقق وربنا يعينها وتكمّل مسيرتها لولادها ويدّيها الصحة يا رب ويكفيها شر المرض. بُصّوا كل يا حبايبي كل حاجة أنا عملتها في بيت مرات أبويا في اليوم ده، في بيت أم لؤي، هي المفروض مش هاقول مرات أبويا لإن هي مش مرات أب أصلًا، هي أخت لينا كبيرة، دعِت لي دعوة من قلبها ليّا ولولادي ولجوزي، يبارك فيكِ ربنا يا ميسة، يخلّي لِك أولادِك، بُصّوا أنا كنت متحمّسة، كنت عايزة أشيل لها جدران البيت يا حبايبي، ليه؟ كفاية دعوتها ليّا كده من قلبها، هي مش كانت عايزاني أعمل حاجة على فكرة عشان ابني الصغير بس هي ابني أمّا نام هي قالت هاشيله لو صحي أنا قُلت لها تشيليه لمّا يصحى وتقعدي بيه كده أبلة كده وأنا هاشيل لِك فرشتِك، شِلت لها الفرشة كلّها وروّقت لها الدنيا، بُصّي يا حبيبي في حاجة اسمها إن أنتِ تعملي لحد وحد يقدّرِك ويقول لِك يدعي لِك دعوة حلوة، وفي حد تعملي له ويقول لِك شكرًا، شكرًا، العفو. في اليوم ده يخلّي لِك أولادِك، تدعي لي وتدعي لجوزي، يرزق جوزِك برزق ولاده، ودعوتها من قلبها، مش دعوة وخلاص، فاهمين؟ فأنا بصراحة يعني والله العظيم كنت متحمسة جدًا، جدًا زي ما أنتم شايفين كده، عايزة أعمل لها حاجات كتير وهي اللي مش كانت راضية على فكرة، ده لؤي شال سفيان
كان صحي وأنا قُلت لها ما تشيلهوش. وبعدين وبعدين يا حبايبي هي كانت قاعدة نايمة، ماشي. فما تنسوش بقى تدعوا لي كده دعوة حلوة من قلوبكم، دعوة جبر خواطر، وتدعوا لها دعوة حلوة من قلوبكم. ربنا يديها الصحة يا رب، وتكمل مسيرتها ده على خير، ويعيننا على أولادنا ويعينها ويعين الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يرحم موتانا، ما تنسوش تدعوا لأبويا وأم موتانا أجمعين، ربنا يرحمهم جميعًا. ربنا يصبّر كل قلب أم اتحرق على ضناها، وإيه أو فقيد أو يعني أو فقيد شباب أو كبير أو صغير، ربنا يصبّر قلبها، اللهم آمين يا رب العالمين، ويصبّر قلوبنا جميعًا. طبعًا يا حبايبي أنا في اليوم ده رُحت لأسماء بنت أم صلاح، بنت أم حبيبي يعني، مرات أخويا، قُلت لهم: "هاتوا كمامة." البنات قالوا لي: "ما فيش كمامة." "ما فيش والله يا عمتو كمامة." طبعًا سألت: "ما فيش كمامة." الجيش قال لك: "اتصرّف." طيب أعمل إيه يا حبايبي؟ جِبت بقى الطرحة كده بتاعة الإسدال، وقُمت حطيتها كده، لإن أنا عندي حساسية، كمية حساسية من ال من التراب يا حبايبي، عندي حساسية جامدة جدًا، 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 ماشي. فقُلت إيه، أعمل كده الطرحة كده تشيل عنّه التراب شوية، لإن أنا لمّا بانفض التراب شغال، ماشي. فالمهم بقى يعني اتصرّفت. بس يا حبيبي، بس يا سو، بس يا حبيبي، بسم الله عليك يا عمري، بسم الله، بسم الله. ماشي يا حبايبي. فأنا في اليوم ده يعني بُصّوا، جِبت تحت بير السلِّم، وجِبت فوق السلِّم، عملت كل حاجة، كل حاجة، عشان أنا باعمل بحُب، باعمل أنا هي بتحبّني وأنا باحبها، باعمل بحُب، فاهمين؟ لكن أمّا يكون حد تاني قال لي اعملي حاجة وما باقدّرش الحتّة دي، أو هاعملها وخلاص عشان وجه الله مش أكتر، مش عشان إن أنا هي بتحبّني أو أنا باحبها. اللي متابعني فاهم كلامي، ماشي. فبلاش إن أنا أفسّر يعني، في حد تعملي له حاجة وما يقدّرش الحتّة ديًّا، وفي حد يعني تشيليه من على الأرض شيل كده، ونِفْسِك تعملي له كل حاجة وهو ما بيقدّرش الحتّة دي، عملتِ زي ما عملتيش كل واحد. فمش هنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل مش أكتر، حسبي الله وكفى بالله وكيلًا، مش أكتر كده ولا أقل. فطبعًا آمم يعني أنا بصراحة الدنيا كلّها بتحبّني، الناس كلّها بتحبّني، في ناس معيّنة ما بتحبّنيش، يعني في ناس بتحبّني وفي ناس ما بتحبّنيش، بس اللي ما بيحبّنيش معدودين على الصوابع. ما بيحبّونيش ليه؟ ما الله أعلم، مش عشان أنا مش وِحشة، الحمد لله ما باشكّرش في نَفْسي ولا حاجة، ما باشكّرش في نَفْسي إلا إبليس، بس أنا الحمد لله ما باشكّرش في نَفْسي، بس أنا قلبي طيب جدًا، جدًا، وقلبي من جوّايا طيب جدًا، 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 وبافوّت لِك مرّة و2 و3 و4 و10، وبعد كده خلاص حد عندي بقى باقفّل على كده، بس كده، خلاص شِلتِك من قلبي خالص أصلًا يعني، ماشي يا حبايبي. فباحبكم في الله، ما تنسوش بقى دعوة من قلوبكم كده ليّا بصلاح الحال، وربنا وتيسير الأمور ليّا وليكم، اللهم آمين يا رب العالمين في الأيام المفترجة الحلوة ديًّا. طبعًا ريان ابني عملت الcookies قبل كده على القناة وما صوّرتش بصراحة، وكان طالع مضبوط وكل حاجة، بس أنا بصراحة ما صوّرتش. جيت بقى ريان ابني طلب مني الcookies، طبعًا جبت كوبايتين دقيق، على كوباية عسل كانت موجودة عندي، على بيضاية، على كيس فانيليا، على ربع، على معلقة، هي بيضة واحدة يا حبايبي بتعمليها، بيضة واحدة على كوبايتين دقيق، على على باكو فانيليا، ومعلقة بيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر يا حبايبي، ماشي، وكوباية عسل. بُصّوا زي العسل، يعني أنا في اليوم اللي عملته فيه ده أصلًا ولادي ما خلّوهوش ما باتش، أنا عملت في اليوم ده وخلص في اليوم ده. فجرّبيه كده جميل جدًا، 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 وطعمه تحفة، طعمه حلو أوي، 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 أوي. طبعًا اللي دخل عندي أي حد صغير ادّيته في اليوم ده وخلص وكان إيه، زي العسل. طبعًا إن شاء الله الوصفة دي جميلة جدًا، جدًا، ومش مكلفة وحلوة للأولاد، حطها في lunch box تدّيها لولادِك يفطروا بيها، كتغيير كده أنتِ قُمتِ بالليل وحاجة زي حالاتي يعني بترضّع، قامت نِفسها تاكل حاجة. فطبعًا وأنا حطيت كمان معلقة سمنة، معلقتين سمنة يا حبايبي برضه، حطيت عليه معلقتين سمنة. فطبعًا زي حالاتي يعني بابقى أقوم نِفسي أنا أيام كتير أوي باكل أكلتي آخرها المغرب، وبعد كده ما باكلش يا حبايبي حتى أي حاجة خالص، ماشي. فبابقى نفسي آكل أي حاجة، ممكن تبقى موجودة عندي، أنا عايزة أعمل كمية كبيرة وأحطها في علبة كده، تبقى موجودة تكفيني إيه 3، 4 أيام أو كلام من ده يعني إن قعدت يعني، وأسيبها يعني.
طبعًا سيّحت السمنة زي ما أنتم شايفين كده وحطيتها، ما حطيتش المعلقتين كلّهم كاملين عشان مش تبقى دسمة أوي أو تبقى سمينة أوي، فحطيت معلقتين بس واكتفيت بالمعلقتين، ماشي يا حبايبي. فطبعًا بقى أنا هاسلّكها كده يعني شُفتوا زي ما أنتم شايفين الجمال الملمس بتاعها الجميل ده، وبعد كده بابقى أعملها كِوَر كده صغيّرة وأجيب الشيبس اللي بتاع وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الأولين وفي في الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سريعة في الفيديو أوي النهارده ليا من مرهف، عندي حاجات كتير أوي يا حبايبي، عندي شغل، فعايزة أنجز وأسجل الفيديو عشان أنزل لكم الفيديو عشان أشوف ورايا إيه. طبعًا كان عندي شوكليت شيبس رُحت اشتريت وحطيت عليه حبة تحط في قلب وبرضك وتحط على التزيين ماشي، مش في أي حاجة. أنا عملته كده يعني أحط في قلبه وبعد كده إيه أزين بيه عادي يا حبايبي ماشي. فطبعًا كُلّه ماشي يعني عامةً يعني، ده متاح وده متاح، موجود عندِك بكمية حلوة حُطّي في قلبه وحُطّي في الوش، أمّا مش موجود إلا شوية صغيّرين مثلًا حُطّهم على الوش تزيين كده وخلاص، بس كده هي عملت معايا الصاج ده يا حبايبي، الصينية دي زي ما أنتم شايفين كده. ما أنا عملتها هم دي، الكوبايتين عملوا دول، حبيت إن أنا إيه، أشكِّل كده شوية طوال كده وأعملها. هي بُصّوا خفيفة وجميلة وطعمها حلو أوي، 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 مش خفيفة، خفيفة كده في الأكل يا حبايبي، وبيضة واحدة، عملتها وببيضة واحدة، ممكن تعملي الكمية دي أكتر من كده، تعملي مثلًا 3 كوبايات ببيضة واحدة عادي متاح وزي العسل وبتبقى زي العسل، هتبقى حلوة وجميلة، وبالعسل من غير سكر من غير أي حاجة، مسكّرة منها لنفسها. طبعًا دي الكمية اللي طلعت معايا عملتها في الفرن وكانت خلصت يعني مش كتير عامةً يعني، هي دي الكوبايتين. فعشان كده خلصت، مش عملت كمية كبيرة. شُفتوا باقول لكم عاملة إزاي من جوّه قلبها فاضي كده وقلبها حلو أوي، أوي. طبعًا رأفت بنتي ربنا يبارك فيها يا رب، وادعوا لها كده دعوة حلوة من قلوبكم بحفاظة القرآن الكريم، وربنا يهديها يا رب ويهدي أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعًا بدأت أعتمد عليها كده من يوم ما ولدت ابني الصغير أخوها سفيان، فطبعًا بدأت أعتمد عليها في حاجات كتير، فطبعًا في اليوم ده كان ريان راح عايز يصلي في الجامع، ده مقطع من يوم الجمعة يا حبيبي، كان يوم الجمعة. فطبعًا هي إيه، اعتمدت عليها بقى قُلت لها لبّسي أخوكِ كده يعني وإيه، واعتمدت عليها في حاجات بسيطة كده، هي لسه صغيرة أي نعم، بس عايزة إيه، على ما تبقى عندها 10 سنين تبقى تقدر تشيل مسؤولية أو كده عشان إخواتها وكده، لو أنا في شغل لو في حاجة تبقى هي واخدة بالها من إخواتها. ماشي يا حبايبي، فربنا يبارك فيها ويهديها يا رب، اللهم آمين، ويهدي أولادنا وأولاد المسلمين، ويبعد عننا أولاد الحرام، ويبعد عننا الحاقدين والحاسدين. واللي قلبهم اسود من جواهم لينا ربنا يبعدهم عننا ويبعدنا عنهم، اللهم امين يا رب العالمين. وما يديم في حياتنا غير الناس اللي بتحبنا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى ايه، هي كانت بتلبس اخوها وانا قاعده بصور فيها بقى التصوير اي كلام كده عشان انا كنت شايله صوفي، وهي كانت ايه بتلبّس أخوها. فطبعًا ريان بقى من النوع اللي بُصّوا آآ مش عارفة ادعوا له كده يا حبايبي لهدى ربنا يهديه يا رب. رأف أهدى منّه بكتير، بكتير عشان هي بنت برضه. ريان عندي شقي جدًا، 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 جدًا. بُصّوا عنده يعني فرط حركة. يجري بسرعة، يجيب دي، يجيب دي، يجيب دي، مش هادي كده، مش قاعد كده لأ، عنده فرط حركة يا حبايبي. فقولوا له ربنا يبارك فيكم لو حد يعرف يعني يدّيها لها مثلًا، أنا عارفة إن هي لها دكاترة أصلًا، فلو حبيت إن أنا أودّي لها دكتور أو كده، أو ربنا هيهديه وهيبقى أمّا يكبر كده هيهدى والّا هيفضل على نفس الوضع والّا إيه. فدعوة حلوة من قلوبكم كده ليّا ولولادي بصلاح الحال، ويهدي أولادي وأولادكم وأولاد المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. رغيتِ كتير يا أم رهف معانا في الفيديو ده واتكلمت كتير. أنتم اخواتي وحبايبي، هارغي مع مين، ومستعجلة بصراحة عشان عندي شغل زي ما قُلت لكم، وما صدقت إن سوفي ينام شوية عشان أقوم أشوف ورايا إيه، واخواته اللي في الدرس اللي في الحضانة، ريان في الحضانة ورهف في المدرسة. ربنا يبعد عنهم ولاد الحرام يا رب، هم وأولادنا وأولاد المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعًا هم هيشلوني أصلًا يعني وأنا قاعدة، بس قُلت إيه يالّا بقى إيه تسرّح له وتلبّسه كده وتجيب له البرفان تبُخ عليه على وشه وعلى عينه كل أي مكان، أهم حاجة تجيب له البرفان كده وتبرفنه. باقول لكم ما تنسوش اللايك، يرحمكم الله يا ريان، يرحمكم الله ويرحمنا ويرحمكم جميعًا. وربنا يهديك ويهدينا يا ابني يا رب، اللهم آمين. طبعًا باورّيكم بقى المنديل كده، اديته منديل كده في الج شو رهف بتبُخ عليه بقى برفان كده وتضبّطه، وبعد كده هيتوكّل على الله يروح يصلّي. ربنا يهدي أولادنا يا رب وأولاد المسلمين، ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم آمين يا رب العالمين. باحبكم في الله، يا رب دايمًا أشوفكم كده
في كل فرح وكل هنا، وييجي عليكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين يا رب العالمين. باحبكم في الله ودعوة حلوة من قلوبكم بتيسير الأحوال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.